بسم الله، عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم نهير بارد برشا، قلت علاش ليه منودكمش بكيك الذراع. ياسر بنة ياسر منفعة يدفيكم في البرد هذيا وتعملوا عليه برشا جو انتوما وصغيراتكم. كانكم اول مرة تزوروا قناة مرحبا بكم، ماذا بيا تعملوا اشتراك ابوني تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد نهبطه. ويلا مع بعضنا نبداو في تحضير الكيك متاعنا. لهنا خديت البول متاعي حطيت فيها 3 كعبات عظم. لازم العظم متاعنا والمكونات الكل يكونوا بحرارة الغرفة، يعني نجبدوهم قبل بساعتين 3 سوايع من الفريجيدير بما انه الدنيا باردة توا. لهنا باش نحط عليهم كيس سكر. المكيال لهنا بكيس، تاخدوا اي كيس عندكم، مش كبير برشا ومش صغير، كيس متوسط نقيسوا به المكونات الكل. هنا حطيت ساشي سكر فانيليا، وكنت حطيت زيادة رشة ملح ما تصورتش. حسيلو لهنا ناخذ الباتور متاعي ونركض العظم والسكر متاعي بالكدا بالكدا لين الخليط متاعنا يولي لونه مستبيض كيف ما تشوفوا لهنا. يطلع الخليط متاعي بالباهي وتبدل لونه. لهنا نطيح شوية في الباتور أقل نيفو ونحط كيس حليب كيف ما حكيت لكم بحرارة الغرفة. توا نزيد كيس غير ربع زيت زيتونة، تنجموا تستعملوا زيت نباتي. نحطه بشوية بشوية بالطريقة هذه الحليب والزيت باش من البريباراسيون تاعنا ما تطيحش. كيف ما حكيت لكم النيفو متاع الباتور يبدا اقل نيفو. لهنا كيف ما شفتوا زدت مغرفة كبيرة عطرشية راهي تبنن على الاخر وتجي فيوحة بالباهي الكيك متاعنا. توا باش نحي الباتور على جنب وباش نحط النواشف. لهنا خذيت كيس فرينة باش نزيد عليه باكو وخميرة حلويات. الروسيت متاعنا اليوم راهي سهلة على الاخر من غير الميزان لا حتى شي وتجيكم بنة بنة. لهنا باش نزيد زوز كيسان دراع. انا لهنا عندي دراع كعب رحيته معناه. لهنا باش نحط كيس ونص ونتبع بشوية بشوية. اما في الاخر كملتهم الزوز كيسان تجيكم بالضبط المقادير بالضبط بالضبط من غير لا تزيدوا ولا تنقصوا. كيس فرينة عليها زوز كيسان دراع. وبالفوين نحاولوا نحلوا الفرينة والذراع بشوية بشوية الفوقولوطة باش ما يخرجش الهواء من البريباريسيون متاعنا وما تطيحش، باش من بعد الكيك متاعنا تجي طرية وعالية ومهي شكل مكبدة من داخل. لهنا باش نكمل الكيس متاعي متاع الذراع ونخلط بالباهي الفوقولوطة كيف ما حكيت لكم بسياسة بسياسة لين يتحلك متبقاش فما كعابر في الخليط متاعي. نوسعوا بينا بشوية بشوية. انتر طون لهنا كنت حليت الفور متاعي يسخن على 170 درجة باش كي نكمل الخليط متاعي ونحطه في المول ديريكت ندخله الفور وهو سخون. لهنا عندي شوية فاكهة زوزة ولوز وقلوب قرع وشوية زبيب شوية تمر جلجلين نخلطوهم كيكة كل مع بعضهم. نزيدوهم شوية فرينة باش ما تهبطش الفاكهة متاعي كي نحطها، حتى كي تحطوها من داخل في البريباراسيون متاعكم ما تهبطش راهي. باش نحط شوية في الخليط من داخل نخلطهم معاه والباقي باش نزين بيه من برا. وتوا باش نجيب المول متاعي. انا خديت الفورمة حطيت دهنتها بشوية زيت رشيت عليها شوية فرينة حطيت شوية جلجلين ابيض وباش نحط البريباراسيون متاعي الكل. كيف ما حكيت لكم لهنا الفور متاعكم لازم يكون ديجا سخن حاضر باش ندخلوا له الكيك متاعنا. الطيب في من 35 ل 40 45 دقيقة ماكسيموم هكا. في الاخر معناها تفوت نص ساعة. حاولوا بفرشيطة ولا بسكينة تشوفوها طابت ولا ما زالت. توا بعد ما كملت صبيت الخليط متاعي
في المول. باش نحاول نخرج منه شوية الهواء، ومن بعد باش نزيدو الفاكهة اللي خليتها من بكري. ومن بعد هنا في الاخر زدت شوية قلوب قراع وشوية زبيب، ما تصوروش الله غالب. وديريكت نهز ندخلها للفور كيف ما حكيت لكم، ماكسيموم 45 دقيقة وتكون حاضرة الكيك متاعنا. وهذه الكيك متاعي بعد ما طابت، شوفوا ما شاء الله الريحة ياسر ياسر فاوحة وراهي عالية بالكدا بالكدا. نودكم ولا نشهيكم، ننصحكم باش تجربوها وترجعوا لي بالفيدباك متاعكم. راهي بنا بنا بنا، ننصحكم بها في الوقيت هذايا. شوفوا ما شاء الله راهي عالية بالكدا بالكدا. وكهو هذه كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعطيوني رايكم، وان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. بسلامة.